في مباراة مرتقبة ضمن النصف نهائي كأس أفريقيا للسيدات، يلتقي المنتخب المغربي النسوي مع نظيره الغاني يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 في ملعب الرباط الأولمبي، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. المنتخب المغربي يدخل هذا اللقاء بثقة كبيرة بعد أن قدم مستويات مميزة خلال البطولة، كان أبرزها الفوز على منتخب مالي في ربع النهائي ب3 أهداف مقابل هدف، حيث سجلت اللاعبة ابتسامة قرايدي هدفين، وأضافت كنزة شابلاء الهدف الثالث. الأداء الجماعي والروح العالية التي أظهرتها لبؤات الأطلس كانت من أبرز نقاط القوة، خصوصا في الجانب الهجومي الذي يعتبر الأقوى في البطولة حتى الآن بتسجيله 10 أهداف. من جانبه تأهل المنتخب الغاني إلى نصف النهائي بعد مواجهة صعبة أمام الجزائر انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحسم اللقاء بركلات الترجيح لصالح غانا بنتيجة 4-2. اللافت في أداء المنتخب الغاني كان الانضباط الدفاعي، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين طوال البطولة. تألق الحارسة سينثيا كونلان كان حاسما، إذ تصدت لركلتين خلال ضربات الترجيح. المواجهة بين المغرب وغانا تحمل طابعا تنافسيا خاصا، حيث التقى المنتخبان 4 مرات منذ عام 2020 وانتهت بمواجهات متقاربة، فاز كل منتخب في مناسبتين دون أي تعادل، مما يعكس توازن القوى بين الطرفين. العامل الجماهيري سيكون في صالح المغرب، خاصة أن اللقاء سيجرى على أرضه وأمام جمهوره، مما قد يمنح اللاعبات دفعة معنوية كبيرة. في المقابل يواجه المنتخب الغاني تحديا إضافيا يتمثل في التنقل وقصر مدة التحضير، إذ لم يحصل على أكثر من يومين للاستعداد. يتوقع أن تكون المباراة متقاربة ومليئة بالإثارة، خصوصا أن المغرب يسعى إلى الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما